بقول لك احنا اتضحك علينا من الاخر، دي حكومه فاشله. واخد بالك الرئيس بقى غير مبارك خالص. مبارك كان يمكن بيعمل حاجات، ده ما بيعملش اي حاجه دلوقتي. انا لا اخواني ولا ارهابي ولا اي حاجه. بس الحكومه بتتكلم عن انجازات ومشروعات اذا كنا انا قاعد اهو، قاعد على القهوه ومعايا رخصه درجه اولى، مش لاقي شغل. والله معايا اتنين. اقعد فين؟ طب هات لي شركه وانا اشتغل فيها كده. عندي 3 اولاد في صنايع وفي ابتدائي 2، 380 جنيه مجموعات ودروس ومش عارف ايه. اجيب منين طيب؟ وقاعد من الشغل اجيب منين؟ هسرق ازاي؟ وربنا الحل الحكومه دي تتغير والبلد دي يجي واحد تاني زي انور السادات. الجيش برضه ايه؟ الجيش فاشل، الجيش هو اللي واكل البلد. احنا الجيش ده اصلا ناس غلابه، لكن القيادات بتاعتهم هي اللي فشلت البلد. القياده، لكن الجيش ماله؟ الجيش ملوش دعوه، لكن القياده من ساعه ما مسك السيسي ايه اللي عمله لنا؟ مفيش حاجه. سكر غالي اهو، مش جايه. لو اقرا كده على التلفزيون كده وانت قاعد بيقول لك السكر هينزل عشان رمضان تمام وهيرخص. السكر غلب، الباكيته زادت 7 جنيه، الشاي زاد نص جنيه الباكو. فين بقى؟ امال لما رمضان يجي يعمل فينا ايه؟ الاسعار هتزيد في رمضان. وبعدين جايب لنا حته لحمه ما بتتاكلش، ما بتتشربش شوربتها، ما بتتشربش شوربتها. انا راجل شقيان عايز اشرب شويه شوربه، اعمل عليهم ملوخيه. بكام لحمه الجيش؟ 34 جنيه وما تتاكلش. والله كذاب اللي بيقول لك لحمه الجيش دي حلوه، والله راجل منافق. ما فيها شويه شوربه. الناس بتشتريها عشان معاش فلوس. لا، عشان تاكل عيالها. انا باكل عيالي، انا ما باكلش. انا ممكن اقعد يبقى في حته 4 حتت لحمه، اخد حته عشان ابني ياكل. كله اتكلمنا عليه. انا باكل حته قد كده وانا اللي شقيان عشان ابني ياكل. انا باكل حته قد كده عشان ابني ياكل، ومع ذلك ابني برضو ما بيرمش. انا عندي العيال كلها عندها انيميا. من ايه؟ مفيش حاجه حتى صالحه. الميه دلوقتي انت لو فتحت اي حنفيه دلوقتي شوف الصدى اللي طالع منها ايه. ما حدش يقول الحكومه، هو رئيس الجمهوريه مش الحكومه. الحكومه ملهاش دعوه. انا دلوقتي لو انا محافظ القليوبيه وقال لي خد فيلا، مش هاخد فيلا؟ هاخد ولا ما اخدش؟ هاخد. فين الرقيب عليا؟ انا خدت فيلا، فين الرقيب عليا؟ الرقيب ربنا في الاخر.